في نوع من الناس بيخليك دايما واقف في النص، لا عارف تحبهم براحتك ولا عارف تكرههم بضمير. وده اللي حصل في قصتنا. اتعرفت عليه في الشغل، شاب لطيف مهذب عنده كاريزما تخلي أي حد ينجذب له. في الأول كانت الأمور عادية، بس بعد فترة بدأ يهتم بيا أكتر، يطمن عليها، يبعت لها نكت، يشاركها تفاصيل يوم. ما صدقتش نفسها في الأول، بس بعد كده لقت نفسها واحدة واحدة بدأت تحبه. بس كانت كل شوية تسأل نفسها، هو بيحبني ولا دي طريقته مع الكل؟ مرة بيبعت لها 3 مسجات في الدقيقة، ومرة بيختفي 3 أيام. مرة يقول لها أنا عمري ما ارتحت لحد غيرك، وبعدها بأسبوع تلاقيه منزل صوره وهو مسافر مع واحدة تانية. بس الأسوأ إنه لما بيرجع بيقول أنا كنت محتاج وقت لنفسي، وبيتصرف كأن المفروض عليا إني أستناه وأفهمه وأسامحه. وتبدأ القصة من تاني بنفس السيناريو. قررت تكتب له رسالة طويلة بتحكي فيها وجعها، حيرتها، حبها وألمها، بس ما بعتتهاش. بتقول قعدت فجأة لوحدي أفكر في كل اللي حصل بينا. عرفت إنه كان من البداية واضح، بس أنا اللي ما قدرتش أفهم. عرفت الحقيقة لوحدي، ووصلت إنه مش واحد بوشين، هو ب100 وش، وبيغيرهم حسب مزاجه واحتياجاته، مش حسب مشاعره. علماء النفس بيسموا النوع ده من الأشخاص بذو السلوك المتذبذب. ناس عندهم مشاكل داخلية في الاتصال العاطفي، بيعرفوا يقربوا بس ما بيعرفوش يثبتوا. الاختفاء والرجوع المفاجئ ده بيخلق عند الطرف التاني اضطراب نفسي، يعني ترابط مرضي بيخلي الشخص الموجوع متعلق أكتر مش أقل. وبيقول إن الأشخاص اللي مشاعرهم متقلبة أوقات بيعانوا من النرجسية، يعني بيبانوا طبيعيين بس الحقيقة إنهم مش بيحسوا بحد إلا لو محتاجينه. بيربطوا الناس بمدى راحتهم مش بحبهم، واللي حواليهم للأسف دايماً بيعيشوا في ارتباك، وبيسألوا نفسهم أسئلة: هل هو بيحبني فعلاً ولا أنا وسيلة؟ الدكتور باتريك كارينز من أبرز علماء الإدمان العاطفي بيقول إن الدماغ وقت التذبذب بيربط بين الألم والراحة، ده اللي بيخليك تشتاق للي وجعك. في ناس وجودك معاهم مرتبط بحاجتهم ليك مش بحبهم ليك. هم مش بيكرهوك، بس مش حاسين بيك إلا وقت احتياجاتهم. يوم ما تدي تبقى جميل، لكن يوم ما تطلب تبقى تقيل وسخيف. الناس المتلونة دي متعبة مش علشان بتكرهك، بس لأنهم بيحبوا نفسهم أكتر من أي حد حواليهم. وجودك مش بيكون حب، بيبقى عادة مريحة ليهم. بيجوا وقت الزهق ولما يبقوا محتاجين منك حاجة، ويمشوا وقت الجد لما أنت اللي تحتاجهم. دكتور مصطفى محمود بيقول: ما أقصى الحياة حين تنحصر في التعامل مع الوجوه المقنعة، تبتسم لك وأنت لا تدري هل تبتسم حباً أم مكراً. الدكتور مصطفى محمود كان دايماً بيحذر من الناس اللي بيلعبوا بمشاعر غيرهم تحت ستار أنا مش عارف أنا عايز إيه، بس الحقيقة هم عارفين، وعارفين إنك بتحبهم لدرجة تسمح لهم يلخبطوك. المتلونين دول شايفينك زي ما مزاجهم بيشوفك، مش زي ما قلبك بيكون. في ناس حقيقي ب100 لون بتخطف نظرنا، لكن ما نقدرش نعيش جواهم. هم حلوين من بعيد، لكن خطر نقرب منهم. اعرف إن مش كل لون يجذبنا يستاهل يكون في حياتنا. اختار الشخص الصح الثابت في أفعاله حتى ولو كنت لوحدك. مش كل اللي بيضحك لك بيحبك، مش كل اللي بيواسيك نضيف من جواه. في ناس بتتقن التمثيل وتلبس الوشوش زي ما بتلبس هدومها، يوم حبيب ويوم ضحية، ويوم هي بطل قصة مش قصتها. خليك واعي، لأن أكتر وجع مش جاي من عدو، جاي للأسف من إنسان كان قريب منك بس كان لابس وش ملاك.
ما تديش قلبك للي بيغيرك على مزاجه، ولا تحكي ضعفك للي بيسمع حكايتك في قعدة مع غيرك. إحنا مش بنخسر الناس، إحنا بنكشف الوش الحقيقي، ودي نعمة مش نقص. اختار تبقى مرتاح مش محبوب، اختار الكرامة مش التعلق، اختار الناس اللي تبقى حواليك اللي قلبهم صافي، مش ناس بميت وش. حسيت إنك بتعيش علاقة مش مفهومة؟ افهم ده، اللي بيحبك فعلا ثابت في مشاعره حتى لو الظروف اتغيرت. وخلي بالك، نفسك هي أهم شيء عندك، حاول تحافظ عليها. وحاولوا دايما تقروا اللي بين السطور، هتقدر تفهم اللي كل يوم بشخصية وكل ساعة بموت مش بيحبك، بيستفيد من وجودك. هل قابلتوا في حياتكم حد كل يوم بلون؟ وإزاي اتعاملتم معاه؟ إيمان هاشم، بين السطور.